بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أصدقائي، معكم أخوكم وليد السامرائي، هاوي ومربي صبار عراقي. بعد أن تحدثنا بالمقطع السابق عن كيفية زراعة بذور الصبار، صبار الاستروفايتوم، والتربة المناسبة لزراعة البذور، اليوم إن شاء الله راح نتطرق إلى موضوع ثاني، وهو كيفية العناية ببادرات الصبار بعد الإنبات مباشرة. راح يضم هذا المقطع كيفية التعامل مع بادرات الصبار بجميع المراحل العمرية اللي راح يمر بها. تحدثنا بالمقطع الأول حول كيفية زراعة بذور الصبار. هذا القصيص يمثل زراعة بذور الصبار، وهاي بعد إنبات البادرات مباشرة، وهاي بعد ما وصلت البادرات إلى عمر أكبر وبدت تبين أشكالها، وبدت تحتاج أكثر غذاء أكثر. وهاي هنا بعد مرور سنة حيث وصلت إلى عمر مناسب للتفريد. راح أقدم لكم مقطع آخر حول كيفية تفريد بادرات الصبار إن شاء الله. هسه عندنا الحافظة اللي زرعناها بالمقطع الأول. مثل ما تشوفون الرطوبة جدا عالية داخل الحافظة، وهي هذا الغرض احنا خليناها مغلقة تماما في سبيل توفير كمية رطوبة مناسبة لإنبات البذور. بعد مرور أسبوع تقريبا إلى 8 أيام، هذا شكل البادرات مثل ما تشوفون. انبات جدا عالي ما شاء الله، نسبة انبات جدا عالية، ونمو ممتاز، يعني يعتبر توقيت ممتاز لزراعة البذور كان. وبذورنا بصحة جيدة، بادرات ما بها أي خلل، تقريبا انبات 100%. هسه عندنا الفقرة الثانية بعد انبات البذور. بعد انبات البذور وتكون البادرات راح تبدي عندنا بعض المشاكل احنا نحاول نصدى لها قبل بروزها عندنا، او قبل ظهورها عندنا للبادرات، او حتى لا تأثر على نمو البادرات وانباتها بصورة جيدة. من هاي الشغلات هي ظهور عفن، يعني بعد فترة إذا خلينا هذا الغطاء بنفس الشكل اللي كان عليه ونفس الرطوبة، راح يبدي يتكون عندنا عفن، وبالتالي هذا العفن يقتل البادرات عندنا، وهذا الشيء طبعا يعني دمار بالنسبة لزراعة البذور، خاصة نوادر الصبار. لذلك راح نقوم برشها بمبيد فطري في سبيل منع حدوث أي تعفن أو أي فطريات مستقبلية. عندنا هاي مرشة ماء بسعة 3 واحد. نجيب أي مبيد فطري، يعني أي مبيد فطري ممكن تقدر تحصله من المراكز الزراعية أو محلات بيع الأدوات الزراعية للنباتات. الكمية اللي نخليها للتر هي تقريبا نص، يعني نص سي، نص مل، في سبيل أنه ما تكون كمية كبيرة وبالتالي تأثر على نمو البادرات. يعني احنا حتى ياخذ منحى عكسي المبيد. أنا تقريبا أخلي بهاي المرشة أو بساعة اللتر أخلي تقريبا 5 إلى 6 قطرات من المبيد بهذا الشكل تكون. هسه صارت 6 قطرات داخل هي تقريبا أنا قايسها تقريبا تطلع نص مل أو نص سي سي. تقدر بأبرة يعني تستخدم أبرة وسرنج طبي وتقيس به. نقوم بخلطه جيدا، ثم بعد ذلك نرشها بهذا الشكل، رذاذ ناعم يكون. الرش رش غزير بحيث هاي تتغلغل بكل التربة في سبيل منع أي نمو فطري أو أي عفن. نقدر نكرر هاي العملية كل أسبوع إلى 10 أيام احتياطا. يعني بعد ما بدت القصص يبين مادها، يعني تنزل المي،
اللي هو يحتوي على المبيد نتوقف عن الرش. الأفضل أنه نقوم بإخراج الأصص من الحافظة وتفريغها تماما من بقايا المبيد في سبيل نحافظ على كمية الرطوبة الموجودة عندنا. نفرغها ونرجع الأصص بهذه الطريقة بهذا الشكل. بهذا الشكل. هسه عندنا فقرة ثانية هي بالنسبة للغطاء. الغطاء احنا عندنا كان محكم وبي حتى نحافظ على كمية الرطوبة. الآن نقوم بثقب الغطاء ثقبين يعني بحجم مناسب في سبيل نتخلص من الرطوبة الزائدة وتحصل البادرات على كمية هواء مناسبة. أنا ثقبتها بهذه الطريقة. هذا الثقوب مثل ما تشوفون بأي شيء يعني ممكن الثقبة ثقوب يعني لا على التعيين، وتخليه بهذا الشكل فوقها أيضا يعني قبضة محكم، ونخليها بمكان تهوية جيدة أو داخل دفيئة تكون شمس غير مباشرة. أيضا شمس غير مباشرة نقوم بمتابعتها وبين فترة وفترة، ومثل ما قلنا نقوم برشها بمبيد فطري مثل ما حدث كل أسبوع إلى 10 أيام. بعد مرور تقريبا شهر من هذا راح تكون شكل البادرات بهذا الشكل. هاي بادرات بعمر شهر تقريبا. هنا عندنا البادرات يعني بدأت تبين، بدأت تنمو نمو صحيح. هسه بهاي المرحلة نقوم بتسميدها. التسميد يكون اما بسماد مخصص للصبار اذا توفر اللي هو NPK، يكون نسبة النيتروجين به منخفضة وعالي البوتاسيوم والفسفور تكون اعلى بأي نسبة كانت، او سماد متعادل NPK متعادل اللي هو العشرينات يعني اكثر شيء متوفر. اللي استخدمه اني NPK سماد سائل مخصص للصبار. النسب الموجودة به هي 3-6-6، يعني 3 نيتروجين 6 بوتاسيوم 6 فسفور، او 6 فسفور 6 بوتاسيوم. انا هذا استخدمه من زمان ونتائجه جدا ممتازة. يعني السماد اللي استخدمه سماد اسمه بوكون، شركة معروفة عالميا طبعا. اللي يحب مستعد يعني يرسل له صورته او كذا. المرحلة الأخرى من العمر هي بعد مرور سنة. عفوا نسينا فقرة مهمة، هي أنه تسميد بادرات الصبار يكون كل شهر حال باقي الصبار. النسبة اللي نضيفها هي نص الكمية الموصى بها للتر ماء. يعني هو يعني مثلا إذا سيسيين 2 ملي للتر بالنسبة للنباتات البالغة نستخدم نص الكمية الموصى بها اللي تلقاها مكتوبة هي على العبوة. بعد مرور سنة من البادرات تكون بهذا الشكل. البادرات هسه عندنا بين شكلها وبينت معالمها. هسه هذا الشيء اللي نريد نوصل له احنا. المرحلة اللي بعدها ان شاء الله راح نتحدث بها عن كيفية تفريد هاي البادرات وكيفية العناية بها بعد التفريد، واذا بينت عندنا طفرات بعد انباتها وبعد كمالها كيف نتعامل معها. طبعا المتابعة تكون بجميع المراحل العمرية، حاول أنه تبين مثلا طفرات إما لون أو نمو غريب أو كذا. هاي نستخدم وياها طرق مختلفة، يعني مثلا إما تطعيمها أو الرعاية بها رعاية خاصة في سبيل نحافظ عليها، لأنه دائما الطفرات تكون يعني حساسة أكثر من باقي النباتات اللي نموها طبيعي. هاي بعض البادرات اللي زرعتها بالسنة السابقة.
أو السنة اللي مضت، وانباتها كان جدا ممتاز ما شاء الله. اتبعت نفس الخطوات اللي أنا بصدد تقديمها لكم إن شاء الله. في الختام أشكر حسن متابعتكم، وأنصحكم تتابعون جميع فقرات هذه السلسلة، لأن هي راح تضم حياة الصبار من البذرة إلى الاحتراف. وأنتظر آراءكم ومشوراتكم في التعليقات أو أي أسئلة إن شاء الله. تقبلوا تحياتي، أخوكم وليد السامرائي. شكرا جزيلا لكم.